واحده من اشهر الحاجات اللي بتترشح للناس اللي بيعانوا من قله البرودكتيفيتي او البروكراستينيشن ان هم يحددوا اهداف ويتبعوها، بس مش دايما تحديد الاهداف بينجح مع كل الناس. في رايك ايه البديل لتحديد الاهداف ده؟ في حاجتين مهمين هنا. الحاجه الاولى ان الهدف الكبير لازم يتكسر لاهداف صغيره، والاهداف الصغيره تتكسر لحد ما نوصل لتاسكس، لاصغر تاسك ممكنه تاخد اقل عدد من الدقائق او وقت. دي واحد. رقم اتنين، انت محتاج تحس بالانجاز، او انت محتاجه تحس بالانجاز. الانسان لما بيحس بالانجاز الادرينالين والانرجي عنده بتزيد ان هو يشتغل حاجات مختلفه. سواء بقى الاحساس بالانجاز ده ريليتد بالجول الكبير اللي انت عايز تحققه فقسمته في تاسكس شغال عليها، او في حاجات تانية خالص مش فارقه. انت اهم حاجه عايز تعلي الادرينالين فيبقى عندك انرجي تشتغل على الجول اللي انت عايز تحققه. طلع بقى من التاسك الاساسيه اللي هتحقق لك الجول، طلع من حاجات تانية، المهم حس بالانجاز، هتلاقي المكنه اشتغلت.